اول حاجه انصحهم دايما ان هم يتعاملوا مع الاخرين، سواء من هو طفل مع زمايله او زميلاته او مع شريكه حياته لما يكبر شويه، باحترام القيمه التي تقدمها السيده. السيده مش جسم، مش منظر، مش منظر، صحيح. تمام، مش كيرف معين. كلنا بنحب السيده الجميله، احنا مش ملايكه، صحيح. ولكن في حاجات وراء الجمال بتكون ممكن ست جميله جدا وتتكلم ما تستحمليش تقعدي معاها 5 دقايق، صحيح. وممكن ست متوسطه الجمال تبقى جذابه جدا ليكي في النقاش صح. ده، تمام. فانت قيمتك اللي تضيفها انت كرجل لازم تكون بتضيف للسيدة اللي قدامك علشان تديها ثقة في نفسها. ده رقم واحد. رقم اتنين، قيمتك انت كبني ادم مش في شكلك ومش في عضلاتك ومش في عربيتك، قيمتك في القيمة الإنسانية اللي هتقدمها. وبالنسبة للسيدة برضو قيمتك مش في نظرة راجل أو نظرة أم ليكي أو في نظرة صديقة ليكي، قيمتك في تفكيرك وطريقة كلامك وإنجازاتك الشخصية واعتمادك على نفسك، بدون بتفاصيل. المبالغه في ان انت تبيني ان انت ديبندنت وومن والكلام ده، صح. صح. اندبندنت وومن والكلام ده. فلا، بس الانثى انثى والرجل رجل، ولكن في النهايه لازم يكون عندك قدر من الاعتماد على نفسك والثقه بنفسك، ما تخليش هوس عمليات التجميل يوصلك للمراحل تندمي عليها، خصوصا العمليات الجراحيه ما نعرفش نرجع فيها زي الفيلرز والبوتوكس والكلام ده كله. قيمتنا الانسانيه بالنسبه للرجل والسيده، دايما اسأل نفسك سؤال واحد: لو انا غبت النهاردة، ما ظهرتش النهاردة، ما كنتش موجود اسبوع وشهر، إن هيفتقد. ان مين الناس هتحس ان هيحسوا بايه؟ هتعدي كده ولا الناس هتفتكرك بالخير ولا لا؟ صح. ولما يفتكروك بالخير وتبقى متأكد ان في ناس هتفضل فاكراك واثر طيب انت سبته في نفوسهم، فتأكد ان قيمتك من ده مش من شكلك او شكلك.